قعدت حاولت فما حاجة حبيت اقترح عليك. هي صورة خرجت على الفيسبوك فيها بعض الوجوه منهم باجي قايد سبسي وكل بعض وجوه دستورية أيضا بعض الصحفيين، ويقول لك هذوما الأشخاص الكل قاعدين يكومبلوت على باش اسقاط الحكومة في شهر أبريل. عاش كان سمعت بها هذه إشاعة قاعدة تدور على الفيسبوك من البارح. هذا كلام ما يستويش، ما يقفش. أنا إسقاط الحكومة حد يقول لك الكل قاعدين يحضروا إسقاط الحكومة في شهر أبريل. شوف، لو كانت تسقط الحكومة هذه باش تزيد الطين بلة، بل أنه الانعكاسات نتاعها تكون تخليني ما نمشيش في الكلام الكبيرة، ما شبه كارثية على البلاد. احنا مصلحتنا أنه الحكومة هذه تشتغل، ومصلحتنا أنه الكلنا مش هي تنجح، الكلنا نساهموا في نجاحها. مهم جدا، لأنه ما نبداوش في النظر. تو اليوم قاعدين عايشين ووعينا على الانتخابات الجاية، وكل واحد قاعد يتموقع على الانتخابات الجاية. مش معقول هذا، مش ممكن هذا يتمادى يا أخي. شكون مثلا انك تحسوا عينه على الانتخابات الجاية؟ فما عبيد تحسهم أنا الرا يعني سامحني عديد الأطراف، إحساسي هكا الخاص أنه فما نظر وكانوا الانتخابات الجاية حتى من المجتمع المدني، حتى من المجتمع المدني اللي تحت لافتة متاع جمعيات وما إلى ذلك، ونحسوا أنه الجمعية هذيك إلا فساد باش يدخل في السياسة. ناس اليوم شوفت قداش من دستور وقداش من ناس حاملة دساتير جديدة وبتقترحها، واحنا عندنا مجلس وطني تأسيسي باش يعمل دستور. انت كي عندك فكرة متاع الدستور تبوز وتعطيها لبن جعفر وتي لا كونسيني وانتهى الأمر. شنو اللي عامل منها شوشرة هذه؟ كي عندك فكرة من جملة الأفكار، يعني قداش من واحد باش يكتبوا الدستور هذا بالله، قداش التصورات هذه اللي موجودة مختلفة على الدستور هذا. يعني هذه مقاربات الحقيقة ما تطمنيش برشا.